السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالتة اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل حل محافظات العلوم من كتاب الامتحان 2026 الترم الأول. وصلنا لمحافظة 3، محافظة الإسكندرية، ودي كراسة التدريبات صفحة 92. اختر الإجابة الصحيحة. 1. حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك والزمن يساوي ف بتساوي ع في ز. فلما نضرب السرعة ع في الزمن ز، الناتج هيكون المسافة ف. ده طبعا القانون لاختيار رقم ب. إذا كان نصف قطر تكور مرآة مقعرة يساوي 30 سنتيمتر، فإن البعد البؤري لها يساوي كام سنتيمتر؟ البعد البؤري بنقسم نصف قطر التكور على 2. نصف قطر التكور 30 على 2، 30 على 2 15. الاختيار رقم ج. النسبة بين عدد الكروموسومات الموجودة في الأمشاج الناتجة من عملية الانقسام الميوزي بالنسبة إلى عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجسدية للكائن الحي هي: الأمشاج فيها نص المادة الوراثية N على الخلايا الجسدية فيها المادة الوراثية أو عدد الكروموسومات كامل 2N. N على 2N أو على 2N معناها 1 على 2. لاختيار رقم ج. اذكر استخدام 1 لكل مما يأتي. 1 عداد السرعة، وده موجود في السيارات والطائرات. أهميته يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة. يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة. طيب العدسات اللاصقة استخدامها تصحيح عيوب الإبصار. تصحيح عيوب الإبصار بدلا من النظارات الطبية. بدلا من النظارات الطبية. أكمل. العجلة من الكميات الفيزيائية المتجهة لأن ليها اتجاه، وتقاس وحدة قياس العجلة متر على الثانية تربيع. متر على الثانية تربيع. 2. تتكاثر الأميبا لا جنسيا طبعا بالانشطار الثنائي، يعني وحدة الأميبا تتقسم ل2، بينما يتكاثر فطر الخميرة بالتبرعم، يعني بيظهر ليه برعم، بعد كده البرعم بينفصل بيكون فطر خميرة جديد. ده علامة صح وعلامة خطأ. 1. زيادة تحدب عدسة العين يسبب طول النظر. العبارة غلط. ليه؟ لأن زيادة تحدب عدسة العين بيسبب قصر النظر. تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة. المعلومة صح. الزيجوت هو الخلية التي تنتج عن عملية الإخصاب، صح؟ اللي هو اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنث فبينتج الزيجوت. استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. 1. الزمن، الطول، القوة، الكتلة. هنستخرج القوة لأن القوة كمية فيزيائية متجهة، أما الزمن، الطول، الكتلة دي كميات فيزيائية قياسية. استخرجنا القوة لأنها متجهة. تقديرية، معتدلة، حقيقية، مساوية. طيب بنقول صورة حقيقية، بنقول صورة تقديرية معتدلة مساوية. الصورة المعتدلة دايما تقديرية مش حقيقية، فهنستخرج حقيقية. دي خواص صورة تقديرية معتدلة مساوية. طيب ايه هي المرآة او القطعة الضوئية اللي بتكون صورة تقديرية معتدلة مساوية؟ هي طبعا المرآة المستوية. خواص الصورة في المرآة المستوية، وخواص الصورة المتكونة في المرآة المستوية. ادرس الشكلين التاليين ثم أجب عن المطلوب
أسفل كل منهما. طيب شكل 1. احسب رقم 1 الإزاحة واتجاهها. بنحدد نقطة بداية الحركة ونقطة نهاية الحركة. واضح في الرسم إن أ هي نقطة بداية الحركة ود هي نقطة نهاية الحركة. بنوصل خطهم بينهم خط مستقيم هو مقدار الإزاحة. في الرسم طول الخط المستقيم ده هو المستقيم المتقطع، فالإجابة الإزاحة تساوي. واضح إن ده مستطيل، فطول الضلع أ د اللي هو مقدار الإزاحة بيساوي طول الضلع ب ج لأن ده مستطيل. طيب الضلع ب ج في الرسم واضح إن هو 80 متر. الإزاحة كمية متجهة فلازم نكتب اتجاهها. اتجاه الإزاحة من البداية للنهاية، يعني من أ لد ده اتجاه الشرق شرقا. السرعة المتجهة بنكتب القانون السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن. نعوض في القانون. الإزاحة احنا حسبناها 80 متر. طيب الزمن بنجمع الأزمنة اللي في الرسم. عندنا في الرسم زمن هنا 30 ثانية، زمن ب ج 40 ثانية، زمن ج د 10 ثانية. 30 و40 و10 80. 80 على 80 بتساوي 1 متر على الثانية. اتجاه السرعة المتجهة هو نفسه اتجاه الإزاحة. طالما الإزاحة شرقا إذا السرعة المتجهة برضو شرقا. 2. اذكر اسم الظاهرة. طبعا دي ظاهرة العبور. ظاهرة العبور. أهمية هذه الظاهرة. عرفنا أن ظاهرة العبور أهميتها تنوع الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد. اكتب المصطلح العلمي. 1. سرعة جسم متحرك بالنسبة للمراقب. ده تعريف السرعة النسبية. هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك. الخط الواصل بين مركزي تكور وجهي العدسة مارا بالمركز البصري للعدسة. ده تعريف المحور الأصلي للعدسة. الفضاء الممتد الذي يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل شيء. ده تعريف الكون. ماذا يحدث عندما 1. يتحرك جسم بسرعة منتظمة بالنسبة إلى العجلة. لو الجسم المتحرك بيتحرك بسرعة منتظمة ساعتها العجلة بتساوي 0. العجلة تساوي 0. علشان يكون في عجلة لازم تكون سرعته غير منتظمة. يسقط شعاع ضوئي عمودي على سطح مرآة مستوية. لما الشعاع الضوئي بيسقط عمودي على السطح العاكس ينعكس على نفسه. ممكن نقول يرتد على نفسه. قارن بين كل من. رقم 1 الصورة الحقيقية والصورة التقديرية من حيث التعريف. الصورة الحقيقية هي الصورة التي يمكن استقبالها على حائل. أما الصورة التقديرية هي الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل. فبنكتب تعريف الاتنين. الصورة الحقيقية هي الصورة التي يمكن استقبالها على حائل. الصورة التقديرية هي الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل. 2. السنترومير والجسم المركزي. السنترومير ده الكروموسوم بيتكون من كروماتيد وكروماتيد. النقطة دي اسمها السنترومير. فبنكتب تعريف السنترومير هو نقطة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا. نقطة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا. طيب الجسم المركزي ده ما يكون موجود عضية موجودة في الخلية الحيوانية. فلما الخلية الحيوانية تيجي تنقسم اللي بيكون خيوط المغزل هو الجسم المركزي ده. فبنكتب تعريف الجسم المركزي عضية توجد في الخلية الحيوانية تكون خيوط المغزل أثناء عملية الانقسام الخلوي.
صوب ما تحته خط واحد عند وضع جسم على مسافة أقل من البعد البؤري لعدسة محدبة، تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة. الصورة التقديرية دايما معتدلة، الحقيقية هي اللي مقلوبة، فتصحيح مقلوبة معتدلة. من الشكل المقابل زاوية السقوط بتساوي 40. نبص للرسم. طيب ده شعاع ضوئي منعكس، هنرسم شعاع ضوئي ساقط، ده ساقط. ده عمود مقام، الزاوية دي 140، الزاوية دي على بعضها 180 نص دايرة، الجزء ده 140 إذا ده 40. الزاوية دي قائمة 90، طالما دي 40 إذا زاوية الانعكاس 50. 40 و50 90، لأن الزاوية دي على بعضها قائمة 90، وطالما الانعكاس 50 إذا السقوط برضو 50. تصحيح 40 50. تكون الكون من تلاحم جسيمات الهيدروجين والهيليوم. تصحيح الأكسجين الهيليوم. اللي ما يأتي: رقم 1، تكتب كلمة إسعاف على سيارة الإسعاف معكوسة. ليه؟ لكي تتكون لها صورة معكوسة في المرايا المستوية للسيارات التي أمامها، فيراها قائد السيارات مضبوطة فيسارعوا بإخلاء الطريق. لو هي مكتوبة مش معكوسة السائقين هيروها معكوسة. طب احنا عايزين السائقين يروها غير معكوسة علشان يسارعوا بإخلاء الطريق، فبتتكتب معكوسة، لأن السائقين أمامهم مرآة مستوية، وخواص الصورة في المرآة المستوية إنها بتكون صورة معكوسة. تعتبر حركة القطار مثال على الحركة في اتجاه واحد، لأنه يتحرك للأمام أو للخلف. في مسار مستقيم أو منحني أو كلاهما معا. في مسار مستقيم أو منحنى أو كلاهما معا. أجب عن الأسئلة الآتية: 1. إذا كانت سرعة سيارة متحركة بتساوي 90 كيلومتر على الساعة، احسب سرعتها بوحدة متر على الثانية. عرفنا علشان نحول السرعة من وحدة كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية هنضرب فيه 5 على 18، فنضرب 90 في 5 على 18. على 9 فيها 2، على 9 فيها على 10، 10 في 5 ب50 على 2، 25 متر على الثانية. أما علشان نحول من متر على الثانية لكيلو متر على الساعة نعكس، نضرب في 18 على 5. من الشكل المقابل اذكر اسم الطور ونوع الانقسام في الخلية. طيب الانقسام هنا كل كروموسومين مع بعض عاملين ظاهرة العبور. ظاهرة العبور بتحدث في الميتوزي ولا الميوزي؟ في الميوزي، فنوع الانقسام انقسام ميوزي علشان في ظاهرة العبور. طيب هنا كل كروموسومين مع بعض موجودين على خط استواء الخلية، إذا ده الطور الاستوائي. طيب في استوائي أول واستوائي تاني، ده الاستوائي الأول علشان كل كروموسومين مع بعض، أما في الثاني بيكون كل كروموسوم لوحده. فالإجابة الطور الاستوائي الأول من الانقسام الميوزي. الفيديو الجاي هنحل محافظة القليوبية.